السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. طبعا يا جماعة كنا عارفين إن دايما الشعب الجزائري دايما وقف مع قضية فلسطين، وطبعا مش هننسى المقولة الشهيرة نحن مع فلسطين ظلمة أو مظلومة من أيام الرئيس هواري الماضي رحمه الله. فيديو النهارده هنشوف مع بعض رأي داعية ليبي بيتكلم عن قافلة الصمود اللي متجهة نحو اخواتنا في الشعب الفلسطيني. فهنشوف مع بعض الفيديو بإذن الله، هنرجع مع بعض في نهاية الفيديو. يلا بينا. نادي عشت ومش هنقدر نناقش القافله هذه اللي مسمينها قافله الصمود. صمود شنو اللي هناك؟ انا فقط ساقول كنت اتمنى بدل من ان تاتي هذه القافله من الجزائر الشقيقه ان يجتمع الشباب التوانسه والليبيين والجزائريين في قافله في الجزائر العاصمه وفي اي مدينه ويتجهوا باتجاه وجده ليفتحوا الحدود الجزائريه المغربيه المقفله بين النظامين وبين البلدين الشقيقين. وغزه رفع الحصار عليها، ما يجيش بالحافلات ولا يجي بالمتبرجات ولا بالمسلوبات ولا باللي يتراقصوا ولا باللي يهزوا في مخارجهم. وهذا العمل الاخوانجي الباس راهو عنده محاذيره، وانا مستغرب حد الاستغراب كيف سمحوا لهم ان يدخلوا من سنه وتعالى جاي. العواطف في مثل هذه المواقف ما عندهاش مقابل، ما في واحد يقدر يزايد على ليبيا ولا على القياده العامه ولا علينا احنا فلسطين. انا موسم بوسام من قدس الطلابي من الدرجه الاولى. فلسطين قضيتنا المركزيه، لكن الضحك على الذقون ولاعيب الاخوانج داروها في 2011 ودمروا بها وداروها في كل مكان، وهم قاعدين يحاربوا في العروبه ويحاربوا في السام وقاعدين. انت تصدقوني شنو غزه اللي بتفك عليها الحصار؟ بل مشاكل في قوارب من الجزائر ومن تونس، واذا القوارب هذه ضربوهم الكيان الصهيوني تموت شهداء، احسن شهداء. جايين بتحرجوا الرئيس السيسي وبتحرجوا مصر وبتحرجوا القياده العامه والسيد المشير وبتجوا وهاو ما خلوناش. ما خلوكمش انتم حتى باسبورطات ما عندكمش. سنتين تراسل فيكم الجمعيات المشبوهه من امريكا ومن بريطانيا. انتم ما رافعين مساعدات ولا رافعين، جايين تغنوا، جايين لاسين في بعضكم في الحافلات. اي عمل يأيد دبيبه العميل الخاين ويأيد العور الدجال المعزول ويأيدون الاخوانج، هذا عمل تخريبي، هذا عمل لا يقبل. شنو هالطيبه هذه اللي عندكم؟ انا مش عارف القياده العامه هل اعطت ولا نقرا في قرار دايرينها باسم وزاره الخارجيه هذه نتاع الحكومه، هذه بعارض حاجيه عطيه زي بعارض. اشاره بسيطه في السطير اللي مش عارف حاجه قرار مصري، انت ما تحرجهاش مصر يا راجل. لولا بعد رب العالمين لولا مصر وخط الجفره سرت لكان القردبان يشرب في المته في السلوم. اي بعارض خارجيه واي وزيرها ولا بعيرها ولا عائرها ولا من ولا واي حكومه هي نتاع اللي مش عارف شو اسمها هذه اللي رئيسها الدكتور حماد. احنا كنا نحذر من الاختراقات اثناء القوافل الانسانيه اللي جاي اللي درنا وحصل ذلك. وصار لكم اختراق اخر اكبر منا بعده مسلح، وجاي تو جايب لي قافله من الجزائر، جاب 5000 اللي خشوا في القافله من راس جديد، طلعوا 1200 من طرابلس، هذول 3800 ولا كم مقاتل داعشي والله مرتزق والله من الجيش الجزائري، باعتبار ان الرئيس تبون غير الدستور في العشرين ولا نسيته وسمح للجيش الجزائري ان يتدخل خارج الاراضي الجزائريه. بالك جابوا امكم هذول، احنا الجزائر نحبوها ما فيش حد يزايد علينا راهو فيها. والجزائر اللي توا حساسيات مع مصر، راهي مصر عبد الناصر هي اللي دعمت استقلال الجزائر، والرئيس عبد الناصر هو اللي دعم الرئيس احمد بن بله. وراهي الجزائر ما ردتش خير من نهار انقلبت على الرئيس بن بله. الرئيس تبون راهو من الضباط الفرنسيين اللي ما نعرفش كيف يميلوا كان. اخر الرؤساء المجاهدين بتاع جبهه التحرير الوطني فخامه الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليكا. انا اختلف مع الرئاسه الجزائريه ومع الحكومه الجزائريه، اما الشعب الجزائري شعب النيف على الراس وعلى العين، خوتنا واشقاء. شنو جايب لي 5000 يطلعوا من طرابلس 3000؟ شنو هالسبهل؟ 3800 دول وين يمشوا للمعسكرات؟ بيحلوا محل المرتزقه اللي بيروح بهم الاردوغان. وهذول شرسين ما همش سهلين. بيناصروا دبيبه على سوق الجمعه وعلى انهاج هذا الردع اللي يبي خان العميل ومجلس الرعب الدولي ينهوه. شنو نرحب وما نرحب؟ نرحب بشنو؟ اللي بيغني يغني في بلاده. غزه ما تتحررش فيهم ليهم سنه يقتلوا فيهم، ما تتحررش بالرقيس ولا بالمساليب ولا بالمسلوبات ولا الكذب الزايد هذا. امشي في القوارب. تشيل خوري امريكيه، تشيل خوري دهستها جرافه صهيونيه ما هيش مسلمه وماتت. اذا كان المسيح نحسبوهم شهيد فاحنا نحسبوها شهيد على الديانه المسيحيه. فيه مناضلين اوروبيين وامريكان وكولومبيين وفي امريكا اللاتينيه وفي امريكا نفسها وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي المانيا يتظاهروا كل يوم مع غزه
اليوم عرفتوا انتم مغاربيه وما مغاربيه، غير فتحوا الحدود بين الجزائر وبين المغرب. شو المغاربيه اللي هناك؟ مغاربيه شنو؟ واتحاد المغرب العربي مات بعد ضغط حشاكم ضمت رجليها. انتم غلطتوا على الحدود بين الجزائر وبين المغرب، غير انه المشاكل على الحدود الليبيه التونسيه ووقف التهريب، انتم غير اسمعوا بالبضائع تمر بين الدول. انتم في الغرب الليبي غير حرروا الغرب الليبي من القواعد، ماشيين بتفك الحصار على غزه. تي الدجال اللي في تركاين والعميد دبيبه اللي مخرب ابو اللي خلف ليبيا يبي، والاخوانج اللي معاه يبوا يديروا بيفكوا الحصار بالحافلات. يعني بتعرف الرئيس السيسي انتم جايينها في السلوم، ها هو يعني ما خلاهمش يخشوا. من حق مصر ما تخليكمش تخشوا. انا اللي مدوخني اجهزه الامن الداخلي والامن الخارجي والاستخبارات العسكريه والمستشار القومي كيف سمحوا لمثل هذا الهراء؟ من سنه نغديك ونعشيك ونسلم عليك ونقول لك رد. تبي غزه خوي قوارب عندكم وبرا، باش لما تستشهد اكبر نشيد نديروا لك واكبر شهيد، وهو حتى كان ما عادش تقول اسمك كلاك حوت القرش في البحر الابيض المتوسط تولي بطل الابطال. والكيان الصهيوني خطيرين، ولاد عمكم هذول اليهود حيجيبوكم ويحطوكم في شدود ولا سدود، يصوروكم مليح ويخوفوكم شويه ويروحوا بكم بعدين يطلقوكم. اما تجي دير لي تخريب من سرت الى مساء حوالي 1000 كيلو، من سرت 500 لبنغازي و500 من بنغازي لطبرق 1000 كيلو، وزي 1150 كيلو، وتدير لي تطقطيق ووزاره الخارجيه ترحب وتصدرني في البيانات تحسب روحها في منظمه الشباب الخيشليشي. تاني حكومه المفروض تعرف راسها من رجليها، تاني قياده عامه، تاني معسكرات. تشن اللي عرفك انت هذول الحافلات شنو جاي فيهم؟ انت رافقتهم، درت اجهزه ترصد، تبعت شنو جايبين لك، ترى هذا الذكاء الاصطناعي والاشياء راهو اخترقوا بها. ما تقولش لا وانا قوي الله راهو وانا عندي وانا لا راهو في لحظه ما تلقى عندك شيء، في لحظه يخونوك لا قدر الله اللي انت عادي عليه ما تلقى عندك شيء. اللي عنده ما يوافقش على التنازل الاول اللي هو التنازل الاخير. فلسطين قضيتنا المركزيه ما يزيد علينا فيها حد. فلسطين ما سبق حد. المجاهدين الليبيين اللي مشوا على رجليهم في 48 وانباعوا باعهم فوز خوخجي في وادي عرب للقبابه الزرقاء. ليبيا ما يزيد عليها حد في القضايا القوميه، ومصر ما يزيد عليها حد. مصر اللي تعاني الان، مصر ضربت ايران، ضربت الكيان الغاصب لايران، بعدها الخوف، كل الخوف على مصر. انت جاي تبي تدير لي ارباكات لمصر، لعب خوينج نتاع فروخ. ما فيه واحد يقدر يزايد عليه، لابسه فرعه وجايه ترقصي وياه ويهزوا في مخاريجهم ويفكوا الحصار على غزه. الناس تموت. الا النجار الطبيبه 9 شهداء من اطفالها في يوم واحد. انت ماشيه تواسيها بمخاريجك بالرقص، بالاعمال الشيطانيه اللي ضد الاسلام وضد العروبه وضد العمل. هذه قافله بتفك الحصار عن غزه. من الذي، وانا لا اعلم من الذي، وانا على يقين ان القياده العامه للقوات المسلحه العربيه الليبيه التي اعرفها انا، على الاقل شخص القائد العام ما تعطيش موافقه لهكذا ترهات، واللي اعطاه الموافقه يوتي روحه للبروباغندا والتصوير والدفنجي وما خلوناش، والمشير الظالم والسيسي الظالم ومنعونا، وتقول ماشيين يعني خلاص يا بحرات برا دير تاشيرات وبرا زي العباد. وكانك حق مضبوط امشي في القوارب. تعين الهجره الشرعيه والعصابات يطلعوا من ليبيا ومن تونس ومن الجزائر، حارقوا ويصلوا في ايطاليا ويصلوا معاه، وصلوا واللي مباع عطاته حمل مسؤوليته. انت برا لغزه في القوارب، مش كنتم من النصارى تطلعوا في القوارب اللي بنغازي تدعوا في الارهابيين ولا نسيتوا؟ الواو من النصارى ما ركبتوهمش هذول في باخره واحده كلهم من قافله ومشوا معاهم الليبيين الابطال. فنجي وضحك على البطون والتسيب والترخي. طبعا يا جماعه شفنا مع بعض وسمعنا كلام الليبي وقافله الصمود اللي متجهه نحو اخواتنا في فلسطين. نقدر اقول يا جماعه القضيه الفلسطينيه كلها قضيه الوطن العربي كله. وطبعا احنا كمان نقدر نقوله ربنا يا رب يهدي حال الشعب الفلسطيني، ويا رب ينصرهم نصرا عزيزا جميلا يتعجب له اهل السماء واهل الارض وسائر بدن المسلمين. اللهم امين يا رب من شر الفتن. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.